أهلا بيكم سنة أولى إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الجزء الثاني من الدرس الأول في الوحدة الثانية بعنوان عصر الدولة القديمة. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال الأول، اختر 1. أول ملوك مصر في عصر بناة الأهرام هو الملك زوسر. 2. يرجع الفضل إلى الوزير إيمو حتب في بناء الهرم المدرج. 3. ذهب طلاب في رحلة مدرسية إلى منطقة سقارة وشاهدوا بناء ضخم عبارة عن 6 مساطب فوق بعضهم. القصر الذي شاهده الطلاب تم بناءه في عصر الأسرة الثالثة. 4. تم تأسيس الأسرة الرابعة على يد الملك سنفرو. 5. أي من ملوك مصر القديمة أطلق عليه لقب المحسن المحبوب الملك سنفرو. 6. أرسل الملك سنفرو أسطولا بحريا لإحضار أخشاب شجرة الأرز من فينيقيا. 7. وصلت المقابر في مصر القديمة إلى شكل الهرم الكامل بداية من الأسرة الرابعة. 8. صاحب الهرم الأوسط هو الملك خفرع. 9. تم نحت تمثال أبو الهول والذي يظهر بجسم أسد ورأس إنسان بأمر من الملك خفرع. 10. توجد علاقة بين سقوط الأسرة الرابعة وزيادة مكانة كهنة الإله رع. 11. انتشر بناء المعابد التي تعبر عنها الصورة المقابلة بشكل كبير خلال عصر الأسرة الخامسة. 12. ترجع شهرة الملك أوناس إلى أسباب دينية. 13. انتهى عصر بناة الأهرام بسقوط الأسرة الستة. 14. سقطت الدولة القديمة بسبب ضعف الملك بيبي الثاني. 15. أدت زيادة الأعباء على كاهل الفلاح المصري إلى دفعه للقيام بثورة في أواخر عهد الملك بيبي الثاني. 16. يستدل من علاقة مصر بدولة الكونغو خلال عصر الدولة القديمة على وجود تواصل في النواحي الدينية. 17. تعرضت مصر خلال عصر الإضمحلال الأول للانقسام والغارات الخارجية، لكنها عادت لوحدتها خلال عهد الأسرة 11. 18. من المعبودات المصرية في عصر الدولة القديمة التي انتشرت في أوغندا المعبود حورس. اكتب كلمة صح أو خطأ مع التصويب. 1. ازدهرت مصر في عهد الملك سنفرو اجتماعيا وتجاريا وفنيا وعمرانيا، صح. 2. يعد نحت تمثال أبو الهول بجسم أسد دليلا على الحكمة، غلط، دليلا على القوة. 3. تشابه كل من الملكين سنفرو وخوفو في إرسال رحلات تجارية إلى فينيقيا، صح. 4. وصل فن النحت إلى قمته في عهد الملك خفرع وظهر ذلك من خلال نجاح المصري القديم في النحت على أصلب أنواع المعادن، صح. 5. ظهرت سيطرة رجال الدين بشكل كامل على مقاليد الحكم خلال عصر الدولة القديمة في تأسيس الأسرة الخامسة، صح. 6. شيد الملك أوسر كاف
معابد الشمس المكشوفة بطيبة. غلط، في أبي سير بالجيزة. 7. ظهرت نصوص الأهرام لأول مرة في حجرة دفن الملك أوناس. صح. 8. كانت نصوص الأهرام بمثابة مصدر علمي عن أحوال المصريين القدماء الاقتصادية. غلط، الدينية. 9. تدهورت أحوال مصر في عصر الدولة القديمة في نهاية الأسرة الستة. صح. 10. بدأ عصر الدولة الوسطى بحكم الأسرة ال11. صح. 11. عرف ملوك وأمراء الكونغو في إفريقيا بعض أسرار التحنيط من المصريين القدماء. صح. 12. انتشرت الآلات الموسيقية المصرية خلال عصر الدولة القديمة في غرب إفريقيا. صح. أكمل. الملك سنفرو من الأسرة الرابعة. أهم أعماله: أرسل حملة ليعيد الأمن إلى حدود مصر الجنوبية. الملك أوسركاف من الأسرة الخامسة. أهم أعماله: شيد العديد من المسلات الضخمة. 1. نحت تمثال أبو الهول في الأسرة الرابعة. 2. بناء هرم سقارة المدرج في الأسرة الثالثة. 3. تولى كهنة الإله رع حكم مصر في الأسرة الخامسة. 4. قيام المصريين بثورة عارمة في الأسرة الستة. 5. إرسال رحلة إلى فينيقيا مكونة من 40 سفينة لجلب خشب الأرز. الأسرة الرابعة. أكمل. 1. تأسست الأسرة الثالثة في تاريخ مصر القديم على يد الملك زوسر. 2. يعد أول بناء حجري ضخم في التاريخ، ده الهرم المدرج. 3. قام الملك خوفو بتشييد الهرم الأكبر فوق هضبة الجيزة. 4. كبير كهنة إله الشمس ومؤسس الأسرة الخامسة الملك أوسركاف. من يكون صاحب الهرم المدرج بسقارة؟ الملك زوسر. 2. وزير مصري غير نمط المقابر الملكية في عصر الدولة القديمة، الوزير إيمو حطب. 3. تاني ملوك الأسرة الرابعة في مصر القديمة الملك خوفو. 4. كبير كهنة الإله رع، وكان أول من استطاع الوصول إلى الحكم الملك أوسركاف. 5. آخر ملوك الأسرة الخامسة في مصر القديمة الملك أوناس. 6. أحد ملوك الأسرة الستة، وضعفت خلال عهده السلطة المركزية الملك بيبي الثاني. رتب الأحداث التاريخية الآتية من الأقدم إلى الأحدث. أول حاجة: بناء الهرم المدرج. 2. بناء الهرم الأكبر. 3. نحت تمثال أبو الهول. 4. بناء المعابد. 4. بناء معابد الشمس. 5. كتابة نصوص الأهرام. رتب ملوك مصر الفرعونية من الأقدم إلى الأحدث في تولية الحكم. أول واحد: الملك زوسر. 2. الملك سنفرو. 3. الملك خوفو. 4. الملك خفرع. 5. الملك أوسركاف. 6. الملك أوناس. بما تفسر؟ عرف هرم سقارة بالهرم المدرج لأنه تكون من 6 مصاطب مختلفة الحجم. 2. تسمية الملك سنفرو بالملك المحسن المحبوب لأنه كان ملكا عظيما عادلا في رعيته. 3. إرسال الملك سنفرو أسطولا بحريا إلى فينيقيا بهدف إحضار خشب شجرة الأرز. 4. سقوط الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة.
بسبب ازدياد نفوذ كهنة إله الشمس اللي هو الإله رع أواخر الأسرة الرابعة، حتى استطاع كبيرهم أوسركاف الوصول إلى الحكم. 5. قيام الملك أوناس بكتابة نصوص الأهرام على جدران حجرة الدفن داخل الهرم بهدف حماية الملك في الحياة الأخرى. 6. أهمية نصوص الأهرام لأنها أمدتنا بالكثير من المعلومات المهمة عن المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. 7. سوء الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أواخر عصر الأسرة الستة بسبب ضعف السلطة المركزية وازدياد نفوذ حكام الأقاليم وزيادة الأعباء على كاهل الفلاح المصري وتوقف الحكومة عن تنفيذ المشروعات الاقتصادية. ما النتائج التي ترتبت على 1. زيادة نفوذ كهنة الإله رع في أواخر عصر الأسرة الرابعة. ترتب على ذلك سقوط الأسرة الرابعة ووصول أوسركاف كبير كهنة إله الشمس رع إلى حكم مصر وتأسيس الأسرة الخامسة. 2. ضعف السلطة المركزية وازدياد نفوذ حكام الأقاليم في نهاية عصر الأسرة الستة. ترتب على ذلك توقف الحكومة عن تنفيذ المشروعات الاقتصادية وزيادة الأعباء على كاهل الفلاح المصري، مما دفع المصريين للقيام بثورة عارمة في أواخر عهد الملك بيبي الثاني، وبكده انتهى عصر الدولة القديمة وبدأ عصر الإضمحلال الأول. 3. تعرض مصر قديما لعصر الإضمحلال الأول. ترتب على ذلك تعرض البلاد للانقسام والغارات الخارجية وتوقف عجلة البناء والتطور الحضاري. 4. ظهور الأسرة ال11 في مصر القديمة. ترتب على ذلك عودة مصر لوحدتها وبداية عصر جديد من النهضة والتقدم وهو عصر الدولة الوسطى. دلل. 1. كان الحفاظ على الأمن القومي لمصر بيشكل أهمية بالنسبة للملك سنفرو، حيث أرسل الملك سنفرو حملة ليعيد الأمن إلى حدود مصر الجنوبية. 2. اهتم كل من الملك سنفرو والملك خوفو بالتجارة الخارجية، حيث أرسل الملك سنفرو أسطولا بحريا مكونا من 40 سفينة إلى فينيقيا لإحضار خشب شجرة الأرز، كما ازدهرت التجارة الخارجية في عهد الملك خوفو لمصر خاصة مع فينيقيا. 3. تقدم فن النحت في عهد الملك خفرع، حيث استطاع الفنان المصري القديم استخدام أصلب أنواع الحجر في نحت التماثيل مثل حجر الديوريت. 4. تنوعت الإنجازات المعمارية في عهد الملك أوسركاف، حيث شيد معابد الشمس المكشوفة في أبي صير بالجيزة وأقام العديد من المسلات الضخمة. 5. ساهم الملك أوناس في الحفاظ على التراث الديني المصري، حيث كان الملك أوناس أول من كتب نصوص الأهرام على جدران حجرة الدفن لحماية الملك في الحياة الأخرى، وأمدتنا كمان بالكثير من المعلومات عن المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. 6. تأثرت إفريقيا بالفنون والمعبودات المصرية في عصر بناة الأهرام، حيث انتشرت بعض المعبودات المصرية في أنحاء إفريقيا مثل الصقر والمعبود حورس في أوغندا والآلات الموسيقية المصرية في غرب إفريقيا. 7.
تأثرت الكونغو قديما ببعض العادات المصرية القديمة، حيث انتشرت بعض العادات المصرية بين الشعوب الإفريقية مثل التحنيط. كانوا لسه ما وصلوش لأسرار التحنيط الكاملة. ما المقصود بعصر الإضمحلال؟ فترات زمنية في التاريخ المصري القديم سادت فيها البلاد حالة من الضعف، وخاصة ضعف سلطة الملك والحكومة المركزية، وانتشرت فيها الاضطرابات السياسية والاقتصادية. قارن بين الملك خفرع والملك أوسركاف من حيث الأسرة التي ينتمي لها كل منهما وأهم الأعمال. الملك خفرع بينتمي إلى الأسرة الرابعة، والملك أوسركاف بينتمي للأسرة الخامسة. الملك خفرع من أهم أعماله أمر بتشييد الهرم الأوسط، وأمر بنحت تمثال أبو الهول. أما أوسركاف مؤسس الأسرة الخامسة، شيد معابد الشمس المكشوفة في أبيصير بالجيزة. ما تقييمك لمصداقية العبارة الآتية؟ مع ذكر السبب في الحالتين امتلكت مصر أسطولا تجاريا في عهد الملك سنفرو. العبارة صادقة، حيث أرسل الملك سنفرو أسطولا بحريا مكونا من 40 سفينة إلى فينيقيا لإحضار خشب شجرة الأرز. ما العلاقة بين فينيقيا وملوك الأسرة الرابعة؟ ازدهرت التجارة المصرية مع فينيقيا في عهد كل من الملك سنفرو مؤسس الأسرة الكام الرابعة، فقد أرسل أسطولا بحريا لجلب خشب مين الأرز. كما ازدهرت تجارة مصر مع فينيقيا خلال عهد الملك خوفو، ده تاني ملوك الأسرة الرابعة. 2. الملك بيبي الثاني وسقوط الدولة القديمة. في أواخر عهد الملك بيبي الثاني تدهورت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعمت الفوضى، وده كان سبب في سقوط الدولة القديمة. 3. آخر ملوك الأسرة الخامسة والأدب الديني. اهتم الملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة بالأدب الديني زي نصوص الأهرام، فكان أول من كتبها على جدران حجرة الدفن داخل الهرم. ماذا كان يحدث إذا لم تشكل الحدود الجنوبية لمصر مصدر تهديد لأمنها في عهد الملك سنفرو؟ لن يرسل حملة ليعيد الأمن إلى حدود مصر الجنوبية. 2. لم يزداد نفوذ كهنة الإله رع في نهاية الأسرة الرابعة. لم تسقط الأسرة الرابعة، ولم يؤسس الملك أوسركاف الأسرة الخامسة. 3. لم يقم الملك أوناس بكتابة نصوص الأهرام على جدران حجرة الدفن داخل الهرم. لن تصل إلينا الكثير من المعلومات المهمة عن المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. 4. كان الملك بيبي الثاني من الملوك الأقوياء. لن تتدهور أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهتعم الفوضى في البلاد، وهيقوم المصريون بثورة عارمة، وبالتالي لن تسقط الدولة القديمة. 5. افتقد ملوك الأسرة ال11 للقوة والحزم. لم تعود لمصر وحدتها، وبالتالي هيبدأ عصر جديد من النهضة والتقدم، وهو عصر الدولة الوسطى. أمامك صورة لأحد آثار مصر الفرعونية. في ضوء الصورة أجب عن الأسئلة الآتية: في عهد من تم نحت هذا الأثر؟ تمثال أبو الهول في عهد الملك خفرع.
في أي العصور المصرية القديمة تم نحت هذا الأثر في عصر الدولة القديمة. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. مع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.